عنوان القصة: الفتح الإسلامي للمغرب. في القرن السابع الميلادي كان المغرب أرضا غنية بالثقافات المتنوعة. قبائل البربر والعرب كانت تعيش معا، مما أوجد مزيجا فريدا من العادات والتقاليد. ومع ذلك كانت هذه الفترة تمهد لمرحلة تاريخية جديدة. في عام 688 ميلاديا انطلقت حملة الفتح الإسلامي بزعامة عقبة بن نافع. جاء عقبة مع جيش من المسلمين إلى المغرب حاملا رسالة الإسلام في قلبه، ورغم التحديات القاسية التي واجهها كان مصمما على الاستمرار في المسير نحو الأراضي البربرية. لكن الطريق لم يكن سهلا، فقد واجه عقبة وجنوده معوقات عديدة. بعض القبائل استقبلتهم بحفاوة، بينما قاومت أخرى بشراسة، مما زاد من تعقيد الموقف. ومع ذلك أصر عقبة على السير قدما، مؤمنا بقضيته. بفضل جهوده وتصميمه حقق عقبة انتصارات ملحوظة. أسس العديد من المساجد والمدارس، مما ساعد في نشر الإسلام وتوطيد دعائمه في المغرب. وكانت تلك الحضارة غنية بتنوعها. تعتبر هذه الفترة نقطة تحول حقيقية في تاريخ المغرب. القبائل توحدت تحت راية الإسلام، تاركة أثرا عميقا في الهوية الثقافية للبلاد. بهذه الطريقة شكل الفتح الإسلامي بداية جديدة لمستقبل مشرق،